السلام عليكم أصحابي وأحبابي. القصة حقيقية بنسبة 100%، بس مش أنا اللي هحكيها. هتكون على لسان الشيطان بافوميد. تعال نشوف الحكاية بدأت إزاي. بيقول بافوميد: أنا أسيطر عليك، أنا أجري من خلالك مجرى الدم، أنا أقرأ أفكارك. إن أروع شيء تستطيع أن تفعله يا صديقي هو أن تبيع روحك لي، وأنا أعطيك كل شيء، عطاء حقيقيا ملموس. من أنا؟ أنا بافوميد. هل تريد أن تراني؟ لا، أنت لا تستطيع فعل ذلك، ليس لعجز فيك ولا نقص، حاشاك والنقص، ولكن لأن قلبك لن يستطيع أن يتحمل أن تراني. ولكني سوف أعطيك مثالا صغيرا من عالمك الصغير وليس عالمي الكبير. تقدم تقدم معي، سوف نعود بالزمن 1000 سنة إلى الوراء، إلى القدس. هل ترى تلك الكنيسة هناك؟ تقدم وافتح الأبواب، امشي من خلالها. دعك من هؤلاء الرجال الذين يتزوجون فيما بينهم، دعك من هؤلاء النساء الذين يتم اغتصابهم، دعك من كل هذه الدماء التي على الأرض، دعك من كل هؤلاء الأطفال الذين يتم قتلهم وقطع رؤوسهم. تقدم إلى هذه الطاولة. هل ترى تلك الرأس المثبتة في الوسط؟ إنه أنا بافوميت. عجوز كنت، ذو 7 شعرات في لحيتي، أسناني تساقطت. كنت أعمل تاجر تحف أثرية في القدس، وها أنا الآن في إحدى حمامات القدس الشهيرة، إنه حمام علاء الدين. وأنظر إلى ذلك الشاب المفتون العضلات، إني أراقبه منذ أيام كثيرة، وها قد حانت الفرصة لأتحدث معه. إنه اسمه مايت. مايت، هل تدري زوجتك بما فعلته بنساء العرب؟ هل تدري زوجتك بكل فتاة اغتصبتها ثم قطعت رأسها؟ هل تدري قبيلتك المحافظة في فرنسا كل هذا؟ من أنت يا هذا؟ من أنت أيها العربي الحقير حتى تتحدث معي بهذه الطريقة؟ اهدأ. هل تريد أن تعرف زوجتك كل هذا؟ سوف أقتلك يا هذا. ثم اختفى بافوميت. نظر إلى اليمين وإلى اليسار، لم يجده. ثم خرج من باب الحمام ذلك الشاب المفتون العضلات. وكان هناك عيد يسمى عيد الشعانين، وهو مثل الأعياد المسيحية الآن، وكانوا يطوفون في شوارع القدس. اقترب بافوميد منه مرة أخرى وقال له: هل تدري هؤلاء الناس إنهم يدوسون على كنز، من امتلكه امتلك العالم كله، ومن خسره فقد خسر العالم كله. أنت مرة أخرى يا هذا، ماذا تريد؟ أريد أن أجعلك أغنى أغنياء الأرض، أريد أن أعطيك النور، أريد أن أعطيك كل الأسرار. ولكن ما هي الأسرار يا هذا؟ سوف أقتلك، أنا لا أستطيع أن أفهمك جيدا. قال بافوميد: انتظر إلى المساء، سوف تأتيك رسالة من زوجتك في فرنسا تحدثك عن رؤيا غريبة وعن رجل تراه. إذا تأكدت من هذا فأتي إلى دكاني في السوق لنتحدث، وإن لم يحدث اقطع رقبتي. ثم اختفى بافوميت مرة أخرى. وصار هذا الشاب الذي يسمى مايت إلى منزله، وبعد سويعات قليلة جاءته رسالة تقول فيه زوجته كسرين: إني أرى رجلا عجوز يراقبني باستمرار، وحينما أنام أراك تضاجع سيدة بدون رأس سمراء. إن هذا يؤرقني كثيرا. ماذا؟ إنه حديث هذا الرجل. هل هو شيطان أم هذا؟ لا بد أن أتحدث معه. ذهب إليه مايت وقال له: من أنت يا هذا؟ أنا لا أؤمن بالسحر والخرافات. قلت له: ولماذا ذهبت إلى الساحر ديمونت في فرنسا إذن؟ سكت قليلا ثم قال: وكيف تعرف كل هذا؟ كنت أحدثه بأسرار لا يعلمها إلا هو. فتحول من المبهور الغاضب إلى الإنسان المستمع المنصت. قلت له: إني أعرف مكان كنز كبير، وسوف أمنحك هذا الكنز، ولكن ببعض الشروط. كنت أعطيه كثيرا من المعلومات حتى أخذت ثقته التامة. قال: لماذا تريد؟ قلت له: اذهب إلى فرنسا واحضر 8 من أصدقائك وعائلتك المقربين.
نسيت أن أقول لك أن هذا مايت كان من أصول يهودية، وبالفعل استطاع أن يكسب بافوميت ثقته ويسيطر عليه ويسيطر على أفكاره. قال له: ولماذا أفعل هذا؟ قال: إن التجربة التي مررت بها في الحروب الصليبية والمتعة التي حصلت عليها من النساء وقتل الأطفال جعلتك تستكفي من هذا ولا تريد أن تستمر. قال له: كيف فعلت هذا وكيف عرفت؟ قال: أنا أجري من خلالك مجرى الدم وأعرف كل شيء. وبالفعل توجه ذلك مايت إلى فرنسا، وأحضر 8 من أبناء عمومته وأخوته، وكانوا كلهم من أصول يهودية. ثم توجه إلى الملك بلدوين ملك القدس، وقال له: إن المسلمين يغيرون على الحجاج الصليبيين ويقومون بقتلهم، ولا بد من عمل تنظيم، هذا التنظيم لحماية الحجاج المسيحيين. كان مقنعا جدا مايت، وأنا ساعدته كثيرا، حيث وسوست إلى الملك بلدوين الذي وافق على تكوين هذا السلاح، وأعطاهم جزء من هيكل سليمان المزعوم. وتوجه مايت والثمانية الذين معه إلى هذا المكان، ولم يقوموا بالدفاع عن المسيحيين أو أي شيء، بل أمضوا أيامهم الأولى في الحفر، أي في ذلك الحرم الإبراهيمي، وكان يفحرون ويفحرون ويفحرون ويبحثون عن كنز. أما أنا فكنت بعيد لا أستطيع الاقتراب. قال لي مايت: يا هذا، لماذا لا تقترب؟ إنه لا يعلم، لو اقتربت لاحترقت. إنهم يحفرون الآن تحت كرسي سليمان، ذلك الملك العظيم الذي استطاع أن يسيطر علينا بني الجن ويجعلنا خداما وعبيدا له. إنه ألجمنا كما تلجم الكلاب من أحناكها. كان ملوك الجن يمرغون رأسهم تحت أقدام سليمان. سيطر علينا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. قلت له: ابحث واستمر في الحفر يا هذا، وإن لم تجد تعال واقطع رقبتي في الفور. وبالفعل استمر في الحفر. كان سليمان هذا ليس شخصا عاديا، كان نبيا دعانا فكفرنا فتسلط علينا وسخرنا. أما أنا كنت من أحد أعضاء الجن البنائين الذين يقومون ببناء الأشياء الذين لا يستطيع بناءها بني الجن. كنت أكرهه أمقته. كنت أنظر إلى سليمان بمنتهى الغل. كنت أتحدث إلى نفسي: كيف أستطيع الانتقام من ذلك الرجل، هذا الرجل الذي سخرنا؟ فنحن منذ البسيطة ونحن نتحكم في بني الإنسان، نجري فيهم، نسيطر عليهم، نفعل ما نشاء وقت ما نشاء. ولكن حينما حضر هذا سليمان منعنا من الاقتراب من بني الإنس، منعنا أن نعلمهم السحر، سحر بني إسرائيل الأسود، وأيضا سحر هاروت وماروت، ذلك السحر القوي الذي يستطيع حتى أن يفسد ذلك السحر الأسود، ذلك السحر الذي إذا استطعت أن تقرأ سطر واحد فقط منه أصابك شره. وظللت أفكر وأفكر كيف أنتقم من هذا سليمان. ثم جاءت الفرصة على طبق من فضة. لقد مرض سليمان مرضا عظيما لم يستطع الأطباء إيجاد دواء له، واحتار أطباء الجن، حتى الطيور أحضرت له أعشابا من أطراف الأرض، لكنه لم يستطيع أن ينجى، فكان هذا المرض قوي. وكانت هذه فرصتي للانتقام من سليمان. كيف؟ هذا ما سأقول لك يا صغيري. لقد اقتربنا من الكرسي وهو ليس موجود، ثم قمنا بالحفر، الحفر لمئات وآلاف الأمتار. ثم جلبنا أمهر الكتاب من الجن وكتبنا كل ما نعرفه من سحر. ليس لنا، ولكن لنعطيه لأكثر الناس شرا ليستخدموه فيما نريد نحن، وحتى يستمر التواصل بيننا وبين بني الجن وبين بني الإنس. ثم قمنا بكتابة كل ما أوتينا من العلم من السحر الأسود وسحر هاروت وماروت، وأيضا كل ما استمع إليه المستمعون من الجن من خبر السماء، ووضعنا كل هذا في كتب، ثم وضعناها أسفل كرسي سليمان، ثم ردمنا عليها مرة أخرى، ثم انتظرنا موت سليمان، لكن هذا لم يحدث.
فبعد 40 يوم من مرض سليمان تم شفاؤه مرة واحدة، وعاد أقوى مما كان. أصبح يسيطر على الرياح، يجريها كما يشاء، وأيضا استطاع أن يسيطر على نوع آخر من الجن، جن جبار قوي سلسله في سلاسل من حديد عظيمة أمثال لوسيفر. كانت هذه أول مرة أرى كبيرنا لوسيفر وهو مقيد بالسلاسل والأغلال تحت أقدام سليمان. من هذا سليمان؟ ماذا يملك؟ نحن لا نعرف. إذا اقتربنا منه احترقنا، فهو يسيطر علينا. إنه يملك شيء نحن لا نستطيع أن نملكه. وتسلط علينا سليمان أكثر وأكثر وأكثر، واستمر الحال هكذا حتى مات سليمان فجأة، وقد عرفنا موته بالصدفة. وها هي الفرصة لننتقم من سليمان. حينما يكتشف هذا ميت والذين معه الكتب، سوف يقولون أن هذه كتب سليمان، وإنه كان ساحرا لعينا، وسوف يلعنه الناس إلى يوم الدين. هذا هو انتقامنا. مايت، انظر يا بوفوميت، يوجد حائط هنا. استمر في الحفر. نظرت له نظرة متوحشة، وابتسمت ابتسامة لم يعرفها. ثم طرت كما الشياطين، توجهت إلى مكاني، وتركت هؤلاء ال9 يحصلون على الكتب. ما هذا؟ إنها كتب، إنها ليست كنز. هؤلاء الأغبياء يظنون أنهم سوف يجدون كنز من المال. سوف يجدون كتبا هي أشد وأعظم من المال. أما كنوز سليمان فقد اختفت، لأن سليمان هذا دعا ربه ألا يؤتي هذا الملك شخصا بعده، فقام بخسف كل هذه الأموال وكل هذه الكنوز وكل هذه الأسرار تحت الأرض، فلن يستطيع مخلوق أن يجد أي شيء كان يمتلكه سليمان. أخرج هؤلاء ال9 الكتب، ثم عكفوا على قراءتها، وفي كل صفحة يقرؤونها كان يجدون سرا من الأسرار الكون التي لم يستطيع أحدا قبلهم ولا بعدهم أن يعرفوها، أسرارا جعلتهم أقوياء. توجهوا إلى فرنسا، وأصبحوا من فرسان في منتهى الضعف والفقر إلى أغنياء جدا، حتى أنهم أصبحوا من أغنى أغنياء الأرض. ثم بدأوا يسيطرون على كل شيء في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا، ثم كل بلدان أوروبا. ثم بدأوا في إقراض الملوك وسيطروا على الدول. ها هم الآن في فرنسا، والملك فيليب أصبح مديونا لهم. أصبح يفكر كيف يستطيع أن يسيطر عليهم، كيف يستطيع أن يتخلص منهم. فأصبح نفوذهم بين الناس كثير، وأصبح الجميع يتحدثون عنهم. ولكن جاءت الفرصة، فقد كانوا يقفلون الكنائس على أنفسهم. لماذا؟ بدأ يفكر الملك فيليب حتى استطاع أن يكتشف السر. إنهم يمارسون الشذوذ واللواط، إنهم يمارسون كل هذا تحت الصليب، إنهم يبصقون على الصليب، إنهم يقومون بذبح الأطفال والنساء ويتقربون إلى الشيطان. كانت هذه فرصته للتخلص منهم، فتم القبض عليهم، ثم بدأوا في إحراقهم. أما الكتب فبدأوا في البحث عنها ولكن لم يجدوها. هل قتلوهم جميعا؟ لا، لقد قضوا على النصف فقط. أما الآخرين من فرسان الهيكل فإنهم توجهوا إلى اسكتلندا، حيث كانوا يريدون التحرر من إنجلترا. الآن المفاجأة، من هو مايت تغير هذا الاسم مع الزمن ليصبح زايد ليأتي حفيده بعد آلاف السنين، محمد ابن